كانت خرجت بعد 3 سنوات، خوات قلبها على المتابعين، وبدات كتحكي شنو السبب ديال على أنه هي مختفى مع خوتها، سواء الرجال أو العيالات. خوتها اللي مؤخرا خرجت فرحانة بهم، وهي قالت لك حقا الواد دابا راه صافي، وعرفوا بأن هما قالك خلاو منكم المخزن والقانون ياخذ مجراه، ودابا هما تصالحوا. حنا ما عندناش اخوتي اختلاف، وهذا اصلا ماشي هو المشكل، وليس مهم في الموضوع. قد ما المهم جدا هما ان هاد الخوال دازت عليهم عده امور قدام عينيهم باعتراف منها هي، قالت لهم كل شيء قدام عينيكم. وهاد الخوت اخوتي على ان هي اللي عادتهم. علاش؟ لانهم اولا ما رضاوش بالشوهه، ما رضاوش بالفضيحه، ما رضاوش في القبيله، بعده امور وقعات، واللي زاد الطينه بالله هي هذه الجنايه هذه، لان هذيك ستبقى المرحومه كتبقى بنت اختهم، والمتهمين الرئيسيين اختهم وولد اختهم. يعني اخوتي لقاو راسهم في الصاد، لقاو راسهم في الصاد وقال لهم سيروا بيناتكم منكم المخزن. ايوا هذا هو عين الصواب، لان القضيه فيها روح. هما الا جاو مع هذه مشكله، جاو مع الاخرى مشكله، اذا عين الصواب هو انهم يبقاو منهم المخزن. على داك الشيء خوتي المتهمه الرئيسيه في الجنايه ديال التسميم بقى خاطرها، قالت لك لا، كان خصهم يتدخلوا وهما الكبار، وزعما ما يخليوش على ان هذا الشيء يوصل للمخزن. وايلي على ما يخليوش على ان هذا الشيء يوصل للمخزن. واش القضيه فيها روح عباد الله؟ هذه واش دبزه على ارض؟ واش دبزه على حد؟ واش دبزه على ورث؟ واش دبزه على شي مثلا شي عرايصات، شي نساب ما تفهموش بيناتهم؟ راه اخوتي كاين الامور اللي فعلا العائلات ممكن تدخل فيها وتجمعها، يعني خنزهم يغسلوا بيناتهم. ولكن الامور ملي كتخرج عن السيطره وتتعدى جميع الخطوط الحمراء وكتصبح في جنايه، اذا هنا القضيه ما كتبقاش اخوتي غير في بيناتهم، في جميع العائلات والاسر عبر العالم ما كتبقاش غير بيناتهم ويجمعوا خنزو بيناتهم، كتبقى على انه خص القانون يطبق والعداله تخاد. هذه راه روح هذه، والا انا على حسب ما شفت على انه واقيلا كانت باغا منهم يستروا ما استر الله حتى كون تحقيقات جبدات هذه الفضائح، ويوليو تا هما في جار ومجرور. اذا اخوتي باعتراف بالفم المليان بالصوت والصوره، سبب الدباز والعداوه بينها وبين خوتها اللي قالت لك واخيرا قررت تمشي عندهم هو على انهم علاش يقولوا لهم بيناتكم منكم المخزن. ما بغاتهمش، هما قالت لك خصهم يدخلوا، وسمعوني وفهموا الفهم يفهم واستلغاو الهضره، خصهم يدخلوا على حد سواء. كيف ما هي هاد الناس هادو الان تيطالبوا بالتنازل، وقال لك ما بقات لهمش اخوتي الجهد وما بقات لهم الصحه الحبس، كانوا بغاوهم يتدخلوا انذاك وما يوصلش هاد الشيء للمخزن، ويجمعوها غير بيناتهم ويخليو حقا الروح ما تروح تمشي. ولكن لا، راه ما يمكنش، راه مستحيل، راه ما يمكنش نحدوها في حق الوفاه الطبيعيه وصافي وخزنا او اجرامنا ما جابوه غيرنا. راه القضيه فيها الروح، ورا الجنايات اخوتي هذه، ورا دي جنايه على قدها، ورا السيده راه ماتت بالسم. هذا هو كان سبب الخصام، وتهجموا على الصغير والكبير والخوت والخواتات والخبار في راسكم. دابا غادي ندوزو للقضيه الاخرى، القضيه اللي المتهم الرئيسي اللي هو ابن الخاله، واللي هو زوج المرحومه، واللي كان كيخرج كيغني لنا من زمان نفس الاسطوانه المشروخه. اللي حقوا الواد انا راه متامروا عليا، اللي حقوا الواد بنادم تابعني في حياتي بغى يصيفطني للحبس، اللي حقوا الواد بنادم بغى يصيفطني جنايات. واذا به نتفاجأ على ان ديك الاسطوانه المشروخه وبعد تحقيقات معمقه ليست بصحيحه، وعلى ان خوتي العزاز هاد الناس هادو متهمين بقوة القرائن والأدلة اللي عند القضاء المحترم المستقل، والناس ذوي السلطات والضباط السامون اللي داروا العمل ديالهم على أكمل وجه وعلى أرفع مستوى باش خرجوا بهذه النتيجة الرئيسية والأساسية. المتهم والمتهمة الرئيسيتين اللي هي الخالة وولدها والزوجة عندها
المشاركة. هادشي اخوتي التحقيقات هي اللي وصلت لهاد النتيجة. نهار اللي كانوا عند الفرقة الوطنية ونهار اللي مشاو على اساس هما قال لك حق الورود ما دايرين والو، ما عارفين والو، حاسبين غير التحقيقات غدوز غير هكا مرور الكرام وغادي غيجيو يعني بحال ما دايرين حتى حاجه، بحال هادشي غير كذوب وبهتان. سمعتو خوتي العزاز، سمعتو باش خرجوا قال لك تصدمنا، ها اللي بكى ها اللي سخف. وشنو خوتي زادو قال لك حق الواد. سمعوا الاسلوب كيفاش كيحاول المتهم الرئيسي، واحد الاسلوب خبيث وخطير، تهيئ المتابع ديالو نفسي. لا حق الواد المتابعات ديالي ها اللي مشات للسبيطار، ها اللي سخفات، ها اللي دارتو هما لاش يسخفوا عليك انت اللي تهمتك الفرقه الوطنيه، ولا غادي يسخفوا على المرحومه اللي مسكينه ماتت مغدوره، ولا خفتي انت تسخف، ولا انت سخفتي بقوه الصدمه. لان عرفتي بانه الناس، مهما الناس اللي عندهم ضمير حي، الناس اللي كتخاف الله سبحانه وتعالى، مهما وقفوا معك ومهما دعموك ومهما عاونوك، تيجيو حتى للروح وتيقولك يا تا، والعياذ بالله ما هذا يا هذا. القضيه فيها روح، ما عندنا ما نديرو. الروح عزيزه عند الله، وفين تروح يا قاتل الروح. العالم باسره تيقولها، العالم اللي كتوصل بحال هاد الامور، بحال هاد المواقف هادو، انسان تيتسخر اللور وتيخلي المخزن يدير خدمته. نتوما لا، نتوما بقيتو زايدين في الكذوب والبهتان والمعيور والسبان والتهديدات والشكايات وتلفيق التهمه ادروات اغوش. لا هنا، لا هذا اللي دارها، لا وقيله فلانه، لا وقيله اختها، لا وقيله امها، لا وقيله فلان هز مرتي، لا وقيله هذه. وفي اخر المطاف التحقيقات المعمقه بينت بان داكشي كلشي كذوب، بانه قال لك نتوما اللي دايرينها. يلا عطيو دليل البراءه ديالكم، عطيو دليل البراءه ديالكم. هذيك الاسطوانه المشروخه اللي حق الواد انا بسبب الحسنيه لواه ديتها ليه، بعد راك تعترف بانك ديتيها ليه. ها العلاقه الغراميه اللي كانت قبل الزواج وكنتو ناكرينها، ها هي للمره ال100,000. فيما كنهضروا، فيما كنرجعوا نصادفوا شي مقطع او كنحطوا شي مقطع اخوتي، او القنوات الارشيف كتحط المقطع، اذا اخوتي العزاز كنمشيو دائما للنقطه الرئيسيه في هذا الملف، هي العلاقه الغراميه التي كانت قيد حياه المرحومه سعاد بريقي مع العشيقه ديالو. هذيك العلاقه التي تم تتويجها بزواج كنشوفوا حاليا على ارض الواقع وببنين وبنات. ياك اخوتي العزاز، هذيك العلاقه اللي هو دائما وهما كاملين كيخرجوا تيقول لك عوك عوك، داكشي ما كانش بصح. داكشي حق الواد بدا حتى بعد ماذا، بعد وفاة المرحومه. احنا دائما كنرجعوا لاعترافاتهم، حقاو الواد تضامن ما التضامن. المحسنين ديال الزروالي هربوا عند قلوشه، حقاو الواد هو وقف مع ولد الناس، هو بسببها كيتعرض هذا الشيء، كيلعب داك الدور المظلوميه، زعما هو ضحيه ديالها وديال هذا الشيء اللي وقع، واش دا هو لهذا الشيء. مع العلم حتى على كانه كان غير بغا يدير الخير، ماشي على حساب الزوجه ديالو. الا بقات فيه بصح ديك بنت الناس وبغى يوقف معاه ويدير معاه الخير، ماشي على حساب الزوجه ديالو. هو ما دارش الخير حتى في مراته ومين وليداتو، وكان ناكرها على العالم، وكانوا ناس كيمشيو تيقول لهم هذيك اللي كانت تما راها حقا مرت ولد اختي، مرت ولد خويا اللي في الحبس. شوفوا على خطوره، شوفوا على، عرفتي ما كاينش اكثر من هذا الخبث هذا. علاش؟ باش الناس، هو في نفس الفيديو كيعترف بان ديك مرت ولد اختو كانت عايشه معاهم وسعاد الله يرحمها حتى هي كانت معاهم. اذا باش حتى الناس، وكان كيقدم سعاد على اساس انه هي مرت ولد اختهم، اذا حتى الناس دابا اللي كيسمعوا حتى لا مشاو يسولوا يقولوا واش بصح عايشه معاهم شي مرت ولد اختهم، غيقولوا راه بصح عايشه معاهم مسكينه واحد مرت ولد اختهم اللي راه في الحبس. واش فهمتوا اخوتي العزاز؟ ولكن بحكم على انه هو قدم مرته الله يرحمها على اساس ان هذيك هي مرت ولد اختهم اللي مشدود. ولكن الناس راه ما غتوليهمش تصويره صافي، راه ما غيوصلش لذاك المستوى، الناس غير كتسمع. ياك عارفه تعرفي شي جاره تتلقيها ولا شي واحد مقرب، ولا كتلقاوه غير صدفه هضره كتجبد هضره، وراه هو كان مشينا في واحد النهار دخلنا عنده زعما صحاب اليوتيوب، ايوا
وراه شفنا عنده واحد السيده مسكينه الله يعمرها سلعه مسكينه كانت مع العيالات تهلاو فيها دوك الناس، وراه قالوا لنا بانها مرت ولد اختو دايرين فيها الخير. الناس اش غيقولوا؟ اييه بصح عندهم واحد مرت ولد اختو عايشه معاهم وراهم شنو الله يعمرها سلعه. الناس ما غتمشيش تفكر على ان قدم مرتو على اساس هي مرت ولد اختو. هكا دائما كتبقى هذيك المراه مهمشه عايشه في الظلام، ما عارفه حتى شي واحد لا كاينه ولا ما كايناش. يعني الخبث التخلويض باز ناري ناري ناري، عرفتي؟ الفتنه 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 الفتنه، اسلوب يعني وضيع خبيث خطير جدا، باش بنادم ما يبقاش مركز على واحد الشخص شكون هادي ولا شكون هذا. صافي غيسمع غياخذ التحقيق وغيعطيه المصداقيه، وديك الساعات غيبقى هو بطل المشهد، وهو لانه الرجل ديال الدار وخدام غير على الوليات. حنا هادشي ما شفناش. ايوا ديك اللي كانت معاكم علاش اليوم ما بقاتش معاكم؟ يا قلتوا نتوما كانت مرت ولد اختكم، قلتيها سميتيها زهره، قلتوا كانت عايشه معاكم في الدار وكانت ها شنو ها شنو، مالها ما بقاتش عايشه معاكم؟ سؤال كيطرح نفسه. من بعد ما حقات معها الفرقه الوطنيه، هاد السيده خوتي ما بقاتش عايشه معاهم وولات عايشه مع والديها. اخوتي حلل وناقش. المهم السيده استمعات للفرقه الوطنيه بصح، استمعات للفرقه الوطنيه وخدات الاقوال ديالها وقالت كاع داكشي اللي عارفاه. ماشي غير هي، راه حتى الجعوقه قالت، راه كلهم قالوا المستخبي، قال اخوتي المستخبي اللي هو كيبان شويه بشويه. بناتك اللي قلتي كيتعرضوا للتنمر، وعلى انك اضطريت على انك انت تبدل لهم المدرسه. اذا واش اللي كيخاف على بناته من التنمر غادي يخرجهم مره اخرى لليوتيوب وفي واحد الفتره زمنيه حساسه جدا؟ انت قلتي بناتك حيت سقطوا بسبب التنمر، داكشي اللي وقع في اليوتيوب والناس كلشي كيهضروا عليك وعلى ماين البنات الله يرحمهم، عفوا ماين البنات الله يرحمها الله يرحمها، ولا انك اضطريت انك تبدل البنت المدرسه. اذا علاش خرجتي البنت فتره قليله ديال قبل الامتحانات وخليتيها تهضر على واحد الموضوع حساس اللي هي جنايه رائجه امام القضاء، وما خفتيش على بنتك من التنمر مره اخرى، وما خفتيش على بنتك سقطات اللي لحد الان ما عاطيش المتابع ديالك النتيجه، او المدوخ ديالك النتيجه الرائعات اللي باقين معميه لهم الجريه. ولكن هذوك ربي اللي بغى يعملهم الجريه، ربي ما بغاهمش يفيقوا، ربي ما بغاهمش يستغفروا، ربي ما بغاهمش يقولوا عذو بلا الراجيم علاش شنو كنديروا، ربي ما بغاهمش يقولوا راه الروح هذه، ربي بغاهم يبقاو معميين في الجريه ديالهم باش يطلعوا عامرين متختخين. اما قضيه هروبك لتركيا، لان خوتي هاد القضيه هذه انا هضرت عليها وهضرت عليها بزاف د المرات، وما صراحه ما كنت بغيت نهضر عليها، ولكن جيتو عندي بزاف الخاص وتكلمتوا لي على هاد النقطه هذه. هذا الملعون هذا تيبقى ملعون لان ما يديرش في خير في مراته، هو ملعون الى ان تفنى الدنيا وما عليها، لعنه الله عليه صبا صبا. اللي ما يكونش رحيم بالزوجه ديالو وبالبنات ديالو، اللي ما يكونش رؤوف بهم، اللي ما يكونش مسؤول عليهم، اللي ما يكونش قد المسؤوليه اللي هي عنده بقوه القانون وبقوه الشرع ديالنا، فلعنه الله عليه صباح مساء الى ان تفنى الدنيا وما عليها. اللي ما تيقلبش على حق مراته وجالس اخوتي غير المعيور والسبان مع عباد الله، ومخلي الجنيه على قدها والروح اللي تحت التراب على قدها، وميته بطريقه بابشع طريقه يعني من ابشع ما تعرفون نتوما. ابشع جريمه ممكن توقع هي جريمه التسميم، لانك تعطى عن طريق الغدر، لان راه داك الضحيه تيثيق فيك وتياكل من يديك وانت كتدسلو السم في الماكله وتعطيها له باش تصفيها له. ما كاينش اشر من هذا الشر هذا اللي عاشته هذه المرحومه هذه، ولكن كاين الله فوق الجميع، ومصير العداله تقول الكلمه ديالها، ومصير الروح غتاخذ حقها، هي مساله وقت فقط. الا كنت عقلت اخوتي هاد الخرجه اللي كان قال فيها حقه والواد كان باغي يمشي تركيا، وهذه النقطه اللي كنت هضرت عليها، خطورته كمجرم وخطورته كذاب محترف. علاش كنقول لكم اخوتي؟ راه اللي خبى علينا المراه
سنوات وخبى علينا البنات قدّهم قداش، راه ما فيهش الثقة أبدًا، لا يؤتمن، لا يؤتمن. هاد النقطة ديال تركيا بالذات هي اللي كنت كنهضر لكم عليها دائمًا. وعلاش كنأجّلها، هو كان فعلًا ناوي يمشي وتا دابا حنا كنتحداوه، واللي تاني تحدانا كيف ما كنتِ تتحدى آنذاك القنوات، أنك قطعتِ البي باش تمشي، ولكن علاش أنوليتيه؟ أنوليتيه لأنه بعد التحقيق من مع تصيلتك ومع تركتك في الفرقة الوطنية، بعد التحقيق عيّطتِ للمحامي، والمحامي ديالك قال بأنك عليك غلق الحدود، ممنوع عليك تسافر، بدليل على أنكم دابا كتخرجوا عند القاطع والمضاويخ وراه رُفعت عنا، ما بقاتش عندنا غلق الحدود. عاد كنتو كتقولوا أيام التحقيقات كنتو كتقولوا ما عندكمش وانتم كنتو بغيتو تمشيو، هو فعلًا كان باغي يمشي آنذاك، غير قال لك التحدي وخلصاتو لهم محسنة. أنا نعلم على قبل محسنات طاحت الروح، ولكن أخوتي لقى الحدود مغلقة، وأول قناة اتصل بها هي أنا وبدا يدمع ويخنخن. هو ما بكاش على الحدود اللي مغلقة، بكى على الفلوس اللي مشات لأنه ما كانش مخلص عليها لاسيرونس. إذا أنت بديت دابا ديرها لنا قد فمنا، ديرها لنا قد فمنا، خرج نتايا طنجة عاميترو، خ مشي شوف خرج عطل، طل غا على الخزيرات ورجعت غا من بعيد، سير على سبتة، خرج على سبتة، هاك سبتة ما فيها بحر، ما فيها هروب، ما فيها والو، سير ضرب دويرة لسبتة وتبحر ودوز الكونجي كي سيادك. مع أنت كتموت تابع معنا داك السم ديال القارحات. غنقلي لهم السم أنا باش نفقسهم، أنا باغي نفقس العيساوية، أنا باغي نفقس القنوات، أنا خرج فقسنا، يلاه دير غا شوية غا بالضحك، فقسنا واخا عشية، ضرب عا دورة ودير دومي تور. والله ما تقدر، والله ما تقدر، لأنك تعلم شنو تابعك، وتعلم شنو اللي عليك، وتعلم شنو اللي ليك، وكتخرج تكذب على الناس. مسألة أخوتي الهروب ما كاينش منها، هو شحال هادي كنحاول من نهار قالوا له راه عليك غلق الحدود ولا كيخاف، والمحامي نبهوا على أنه إلا مشى دار شي حاجة ممكن ترجع ليه بواحد الضرر ويعجل بالاعتقال ديالو، اللي راه دابا جالس هو داير في بطنو بطيخة صيفطي يقول لكم كون كنت دير شي حاجة كون راني معتقل. إوا أنت دابا سير طلعها على سبتة ورجع، على سبتة ورجع، ماشي ضروري تمشي لتركيا، لأن في أحلامك تمشي لتركيا، كنتِ باغي تمشي لتركيا، منذ زمن أنت كتسعى باش تمشي لتركيا ولكن ما تقدرش، وها أنت باقي تدق على خوالاتك، عندك خالتك في أكادير، عندك خالتك في تركيا، عندك خالتك في قرطاخنة، ما عندك تا وزة، راس مالك هضرة وكلام وكذوب وبهتان ونصب واحتيال على المتابع، ما كاين حتى شي حاجة. والأخت نزهة العلوي راه كانت علمات وبلغات بأن هاد السيد يعني مادام على أنه هو كيروجو هادشي كيروجو غير باش تنوض عليه البلبلة والهضرة وينوض تاني يهضر ويتعاطى وإلا لقى شي ما يلقى السوبر شات، إلا لقى شي ما يسعى خوالاتو في الخاص، لقى شي خالتو في أكادير جابوه على التليفون يمشي يدي تركتو يحوز عندها تما، حوز خوالاتو. هادشي اللي كاين، هو يعلم وجه على أن خوتي ما عندوش القدر باش يتعدى طنجة بمترو، فما بالك يبدل دولة بدولة. قضية أني أنا هو تيقول لك أنا راني باغي قال لك نمشي مني غنشد البراءة، سؤال أخوتي كيطرح نفسه، علاش هاد السيد كيهضر غير على براءته بوحدو، علاش ما تيهضرش على براءة الزوجة ديالو، علاش ما تيهضرش على براءة الأم ديالو؟ لأن الإنسان بطبعه كإنسان مهما قصى كاع على مثلًا الأخطاء تتوقع مع هو مسخوط فايت فيه السخط واعترف به في العلن على أنه صوّت أمه، نقولوا كاع هاد الأم ديالك ما كتسوى عندك حتى بصلة كاع، ولكن تجي حتى للروح، راه أمك راه ما عندها جهد للحبس، راه أمك ما بقات فيها الصحة إلا هي حي وميت قبل حتى ما يستنطقها القاضي، فما بالك عاد تسمع الحكم ديالها وتهزها الواشمة وزيد وزيد وزيد. إذن علاش ما تجريش على البراءة ديال الأم ديالك؟ علاش كتسنى براءتك أنت بوحدك باش تخوي؟ علاش؟ لأن من بعد ما إلا كانت شي براءة وهذا هذا مستبعد جدًا، 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 جدًا. إلا جينا نهضروا بالمنطق والقانون غنقولوا كاينة يعني ولكن أخوتي على الأقل غير نخمو في
ديال مو خصو يخمم في توه ديال ميمتو. اولا نهضر لا غنهضر على البراءه، نهضر على براءه الجميع، ولكن هو في قرارة نفسه ويعلم جيدا، بل هو كابابل على انه يغرق مو وياخذ هو توه بدليل لانه كيهضر غير على براءته. قال لكم غناخذ انا البراءه وغنمشي نستقر في شي دوله اللي عجبتني، مع العلم هو عارف راسو غير داير طالعه باش ينوض البلباله. هاد النقطه راه ناقشناها ولكن بما انكم نتوما اقترحتوها وهضرتوا هذه داكشي اخوتي علاش انا كنجبدها في النقاش. اذا هاد السيد هذا بكل خبث وخبائث عارف راسو نهار توقف البيضه في الطاس، وإلا ما ما يدير كاع وصافي غرق يا والله تغيغرق امو هي الاولى. بدليل هو هذه هي الاستراتيجيه ديالو. دابا مركز على براءته هو فقط، امو مراتو ما على بالوش. هو تيقول لك ناخذ البراءه ديالي. شوف الانانيه كي دايره، ماشي يجيوك البراءه ديالنا ان شاء الله انا وامي ومرتي ويبان مثلا مول الفعل الحقيقي، لا تيقول لك البراءه ديالو بوحدو. البراءه ديالي بوحدو، ما كيقلبش على براءه شي حد اخر. وهو ديك الساعات قال لك غيمشي يستاقر فيما بغى. ايوا نهار يزيد وسميه سعيد. فهمت ولا فتحنا بغيناك دابا مع انت كتبغي تفقس عباد الله. دابا تحدى لي انت راجل. سمع اللي ماشي راجل الا في يدك وعندك وكا وما كاين لا غلق حدود، ما عندك لا هادي ولا هادي. فوت طنجة عب مترو، حدها لنا غير بالضحك. فوت طنجة عب مترو. هادشي اللي غادي نقولوا. ما تبقى خوتي الانسان راكم عارفين الامور غادي الحمد لله فواحد طريق الحمد لله مزيانه. الناس اللي مواكبين هذا الملف ما تنساوش اخوتي، الناس القانون والناس ذوي الصفه راهم موقفين على هذا الملف على قدم وساق. ما ننساش على انه تم ابلاغ الجهات المعنيه بان أو لا ربما يعني من باب الاحتياط اون سي جامي بان هذا السيد راه ربما عنده النيه في الهروب. واخا هو نجيكم من الاخر ما عينو لا يهرب ولا يسافر لا والو. عارف راسو دابا لا دارها غيزبلها، عارف راسو لا دارها غيجيبوه مكبل وغيدخلوه وغيزرب. هو غيوقع له بحال داك الفار الزربان على عمرو اللي مشى دخل القهاوي ديال القطوط، ومنين عاد تصدم قاع القطوط قالوا اش بغيتي، قالوا ضرب لي الزربان على عمرك. وهذه هي ديال المتهم الرئيسي في هذه الجنايه. ما تبقى خوتي هو كلام، ولكن ماشي مشكل. حنا رجعنا فقط باش ننوروكم مره اخرى. ما غيكونش هذا الشيء. هو يعلم جيدا التبعيات ديالو. هو جالس زعما مثبت زعما انا ما دايرش ولا كانت شي حاجه غتمشي فيها غامي، وها انا تنوري زعما القضاء باني انا انسان ما كنشكلش زعما خطر على المجتمع وكنحترم القانون وما هربانش. كون درت شي حاجه كوراني هربت. واش فهمتوا؟ الاسطوانه المشروخه ديال دائما. اذا اخواني اخواتي وصلت معكم الى نهايه هذا الفيديو. ما تنساوش اخوتي اللايكات والبارطاج فضلا وليس امرا. احبكم في الله. تحياتي لكم. لايكي واخوتي الله يسعدكم لان اللايكات ما كديرهمش بزاف. الله يجزيكم كل خير. احبكم في الله. تحياتي لكم والى الملتقى.